السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة قلنا بقى ايه، نعمل معاكم شوربة خضار بتاعت عشان احنا تعبانين طبعا زي ما انتوا عارفين. وبعدين انا صحابي كمان تعبانين، فقلت اعمل شوربة ليا وليهم. جبنا بقى فاصوليا، وده كرفس ده اللي انا بوريه لكم. عشان كرفس، عشان انا بحب شوربة الخضار بالكرفس. وده ملح وليمون اهو. وجبنا كوسة، مكونات يعني شوربة الخضار: كوسة وفاصوليا خضراء، ودي بصل وماجي عشان ما فيش ولا لحمة ولا فراخ ولا حاجة. هنعملها أرداحي كده بماجي. وده لسان العصفور وبطاطس. وعندنا كيس بسلة في التلاجة، وهنطلعه طبعا نعمل بيه. وجبنا جزر، وجبنا الطماطم دي يعني ايه احتياطي، احتمال نحتاجها يعني. دي بقى الكوسة، انا بكحتها كده بالمقوار بتاع محشي الكوسة، اللي هو من الناحية المشرشرة. شايفين؟ هكحتها كده من بره، علشان طبعا لو قشرتها انتوا عارفين الكوسة القشر بتاعها بيبقى رقيق خالص. لو انا قشرتها بالسكينة هاخد نصها في القشر، فبكحتها كده. طبعا بنكحت الكوسة وبنكحت الجزر كمان، يعني مش بنقشرهم كده بالمقشرة، لا بكحتهم كده عشان القشرة بتاعتهم رقيقة خالص. وممكن على فكرة ما كحتهمش، ممكن اغسلهم بس انا بحب اكحتهم. ليه؟ الكوسة بيبقى ساعات فيها رمل، فاحتياطي بقى. وشايفين الجزر اهو كمان بكحته بالسكينة، عشان مش هينفع اتكحت بالمقورة المشرشرة اهو زي ما انتم شايفين كده. حبايبي اللي اول مرة يشوفني يدوس اشتراك ويفعل الجرس على الكل. وحبايبي حطوا لي اللايكات. حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك لو عجبكم الفيديو، يعني حطوا لي لايك. انا قلت اعمل بقى شوربه خضار ولا في لحمه. نيجي بقى من ايه، من اكلات اخر الشهر واكلات المرضى زي ما انتوا عارفين. ولا عندي لحمه ولا عندي فراخ ولا عندي امكانيه اجيب لحمه وفراخ. فقلت ايه، ليه هو اللي ما عندوش لحمه وفراخ ما ياكلش؟ ده الدكتور قايل كل شوربه خضار عشان انا مريضه زي ما انتوا عارفين. فقلت والله لا، انا عامله شوربه خضار وهتبقى احلى شوربه خضار. وخليكم معايا وانتوا تشوفوا احلى شوربه خضار. واتحدى بيها اي حد عاملها، ان شاء الله يكون اي حد عاملها على لحمه او فراخ. انا اتحداها اعملها على بماجي بس، وتبقى الشوربه بتاعتي احلى. شايفين؟ اديني كحت الجزرايه اهي، شايفين؟ وهنقطع بقى بقيتهم، يعني هنعملهم كلهم. وهنقطع بقية الخضار اللي معانا، وهنشوف هنعمل ايه. كده يا بنات لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب، ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، اللهم امين يا رب العالمين. قلوبنا معاهم، ولا نملك الا الدعاء، ادعوا لهم. هنا بقى ايه، الفاصوليا هنقطعها، الفاصوليا الخضراء هنقطعها شايفين بسمبوكسة كده. شايفين؟ ايه رأيكم في التقطيع بتاع ماما زوزو؟ ايه رأيكم؟ شايفين يا بنات؟ اللي عاجبه الاكل يحط لايك، اللي عاجبه الفيديو يحط لايك، واللي لسه مشتركش في القناة وبيتفرج عليا يشترك في القناة. عايزين نكبر بيكو كده. يلا يا ماما زوزو، عمالة تعملي ايه بس؟ يلا ايوه كده، ايوه كده، قطعي قطعي. ايوه كده قطعي وهندسي كده. انت بتحبي هندسي كده. ايوه كده يا ماما زوزو. شاطرة شاطرة يا زوزو. يلا خلصي يا زوزو عشان الفيديو ما يطولش. يعني حلو كده. جبنا بقى يا ولاد القطاعة. طبعا تقطعوا بالسكينة، تقطعوا بالقطاعة زي ما انتوا عايزين. بس انا بقول يعني ايه، هي هتبقى شوربة خضار، لا فيها لحمة ولا فيها خضار ولا فراخ ولا حاجة. ما ندلعهاش، لا ندلعها. العين بتاكل قبل البق اهو. هنقطعها كده اهو بالقطاعة بتاعت المخلل. شايفين الجمال؟ اهو. دي الكوسة بقى، ما بنقطعش الكوسة صغيرة عشان ما تتهريش. بنقطعها يعني الحجم ده، عشان انتوا عارفين الكوسة ما بتستحملش، وعشان يبقى شكلها حلو في الحلو. وادي الجزر كمان زي الفل اهو، طري وجميل. برضو بنقطعه بالقطاعة. وايه، وهنكمل بقى، هنكمل كله بالطريقة دي اهو. ايوه كده، ايوه كده. يلا هنقطع بقى كل الخضار اللي معانا بالطريقة دي.
وايه، وشوفوا بقى احلى شوربة خضار اتحدى بيها اي حد يعرف يعمل شوربة الخضار بطريقة زوزو، ولا يبقى طعمها ولا ريحتها زي خضار. شايفين زوزو بقى عمالة ايه مبسوطة قوي بالتقطيع اللي هي بتقطعه، شايفين عمالة تفرجكوا ازاي. ايوه يا زوزو، شاطرة يا زوزو. يلا يا زوزو خلص عشان الفيديو ما يطولش. شايفين بوريكم بقى الفاصوليا متقطعة ازاي. يلا يا حبايبي اتعلموا اتعلموا، بنات الحلوين. هنا بقى جبنا الحلة، أكبر حلة عندنا، عشان احنا مش هناكل شوربة الخضار دي لوحدينا، ده البيت كله مريض، وهنفرق منها كمان. جبنا بقى ايه بصلاية كبيرة كده فضلة خيركم، وايه بس قلبناها في معلقة سمنة، ما حمرناهاش احنا، بس قلبناها في معلقة سمنة، لكن هي زي ما هي زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط بقى عليها بقية الخضار. احنا بنعمل البصلاية دي ليه؟ عشان نعزز طعم شوربة الخضار، ما تبقاش ايه حاجة مسلوقة كده في مية وخلاص. شايفين؟ ده كرفس يا بنات، الكرفس الجميل اللي كان معايا قطعته غسلته ونقحته ورحت مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده. هو بعد ما يستوي مش هيبان على فكرة، بس بيدي طعم وريحة خطيرة. وبقى ده الجزر على الفاصوليا على البسلة. شايفين البسلة طبعا دي كانت في الفريزر اهي. هنحط بقى كل ده وايه، ونقعد نشوح فيهم بقى لما يبقى لهم صحاب. نقلب بقى، قلبي بقى، قلبي بقى، قلبي بقى، وايه وتوصي بالتقليب. ايوه يا زوزو، توصي بالتقليب يا زوزو، انت بتحب التقليب. شايفين شكل الجميل؟ جميلة جميلة جميلة، وطعمها هيبقى روعة. حطينا بقى هنا بقى ايه البصلاية، قطعناها وقلبناها في معلقة سمنة. معلش عشان عندي برد. قطعنا البصلاية صغيرة كده زي ما شفتوا، وقلبناها في السمنة، مش حمرناها، شوحناها كده تشويح. وبعدين رحنا حاطين عليها بقى ايه الكرفس مقطعينه، واحنا مقطعينه، وحطينا عليها الفاصوليا الخضراء، وحطينا الكوسة لا الكوسة لا لسه. وحطينا الفاصوليا على الجزر على البسلة. ليه بقى الفاصوليا والجزر والبسلة حطيناهم دلوقتي؟ عشان بياخدوا سوا اكتر من الكوسة والبطاطس. هنخلي الكوسة والبطاطس لما دول ياخدوا نص سوا ويدخلوا على السوا كده، نروح نروح حاطين ايه الكوسة والبطاطس. او بعد ما شوحناهم بقى وشمينا ريحتهم بقى وبقوا متشوحين وشبه متحمرين، رحنا حاطين بقى ايه المية من الحنفية. والله يا بنات مية من الحنفية. مش هو بقى احنا عيانين بقى، مش دي شوربة العيانين، احنا نحط مية من الحنفية، لكن هتبقى احلى شوربة، احلى من اللي معمولة بلحمة وفراخ. انا على فكرة شوربة الخضار بتاعتي بتبقى زيها زي الطبيخ يعني. يعني تبقى ايه طبخة، مش شوربة خضار حبة شوربة وتروح رامية فيها الخضار كده ويستوي وخلاص، وتبقى مية مش الشوربة مسلوقة كده، خضار مسلوق لا. اعملوا بالطريقة بتاعتي دي، هتاكلوا احلى شوربة خضار في حياتكم. جربوها بطريقتي. ايوه كده، حطي يا زوزو المية وقلبي تقليبة تاني. اه شايفين اللون بتاع الشوربة ده بقى من ايه؟ من الجزر ومن التحمير، من التشويح اللي احنا شوحناه. الجزر طبعا نزل ميته وبقى لون المية زي ما انتوا شايفين كده. حطوا لايكات. وبعدين بقى استوت اهيت نص تسوية. بصوا بقى، هنجيب بقى البطاطس والكوسة طبعا في الاخر. انتوا عارفين الكوسة والبطاطس ما بياخدوش سوا يعني، بالسوا على طول. شايفين اهو، شايفين الجمال. هنحط بقى ايه الكوسة والبطاطس. هو الخضار اللي عندنا يعني اللي احنا حطيناه في الاول دخل في السوا اهو، 3/4 سوا. هنحط بقى الكوسة والبطاطس، وبعد كده نحط بقى ايه التوابل يعني. في بقى حاجة تانية لسه ما عملناهاش، هنروح دلوقتي نعملها عشان نكمل نحطها برضو على شوربة الخضار. شوفوا يعتبر تعتبر طبخة مش شوربة، تعتبر طبخة وجبة. شايفين ما شاء الله الجزر مخلي شكل المية جميل. والشوب الكرفس مش باين اهو، الكرفس تاه طبعا في الشوربة. ايوه كده، زودي يا زوزو عشان البطاطس هتشرب الشوربة. ولسه بقى هنحط لسان العصفور اهو. ايوه، رحنا نحمر بقى لسان العصفور اهو في معلقة سمنة. يعني نحط بقى معلقة سمنة كمان، علشان مش هينفع يعني يبقى معمول من غير قرديح يعني، من غير ولا لحمة ولا فراخ، وما نحط لهاش بقى معلقتين سمنة كده. يلا حطي قلبي يا زوزو، حمري لسان العصفور. يلا عشان يبقى كله، هيبقى كله دلوقتي شكله لون واحد. حطوا لايك. شايفين ما شاء الله عليك يا زوزو؟ ايوه كده، تسلم ايدك.
شايفين يا بنات؟ شايفين بقى تقليب، قلبوا كده هو باستمرار لسان العصفور عشان يبقى كله لون واحد. وعلى فكرة أنا حطيت عليه ربع معلقة ملح عشان إيه، أما تحطوا على الشعرية وانتوا بتحمروها أو لسان العصفور وانتوا بتحمروه ربع معلقة ملح هتلاقوه كله لون واحد، مش هيبقى واحدة حمرا وواحدة بيض. شايفين الشوربة؟ الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أستاهل يا بنات لايك ولا لأ؟ الشوربة دي تستاهل لايك ولا لأ؟ شايفين حطينا بقى لسان العصفور عليها وهنسيبها 5 دقايق. 5 دقايق لسان العصفور يستوي وبعد كده نغرف وناكل. ومحضرين بقى طبعا الليمون، دي بقى هتتاكل بالليمون وهتبقى ايه، حاجة كده خرافة يعني. وحاطين بقى طبعا حطينا فلفل اسود، وحطينا شوربة ماجي، وحطينا ورق لورا كده يعني. اهو حطوا بقى لايك، لو استاهل لايك حطوا لايك. شايفين الجمال؟ هيستوت بقى. الله 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 الله. ايوه يا زوز، تسلم ايدك يا زوز. شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين؟ اهو الجعان يجي ياكل. مش الدكتور يقول شوربة الخضار، أنا بعمل شوربة الخضار. شوربة الخضار دي تبقى وجبة مشبعة، مش شوربة الخضار حبة خضار مسلوقين مرميين في حبة شوربة وخلاص، لا كده تاكلي وتشبعي. بيان الطاقة. تعصري لك بقى ليمونة ويا جمال ويا جمال ويا جمال. شايفين؟ طلبة الأكل ما شاء الله. خلاص عارفين. تسلم ايدك يا زوز. تعالوا اتفضلوا معايا وحطوا لايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.